يلعب رضا فهمي عدى رضا شحاته وعمل عرضيه وهي دي لا البدايه الرائعه للنادي الاهلي والهجمه وضربه راس رائعه لمحمد فضل مع كره عرضيه رائعه من رضا شحاته. شوفوا رضا بسرعته عدى ولعب الكره برجله اليمين وسط القدم اليسرى زي ما حضراتكم عارفين، وارتقاء من محمد فضل والقائم يتحالف مع وليد الدرسي، وايضا الكره تيجي في ايد وليد وتطلع بره الملعب ضربه ركنيه. بدايه هجوميه ساخنه للنادي الاهلي، البحث عن هدف والبحث عن استعاده الثقه واستعاده ثقه الجماهير مدغشقر الاماميه. 17 لاعب فقط مع النادي الاهلي في هذا اللقاء. احمد صلاح حسني وابراهيم سعيد بيجيبوا طبعا لعدم قيدهما افريقيا. رضا شحاته رضا بيلعب الكره على طول عند فضل بيسند على طول لحسام غالي وقدامه مساحه ممكن يمشي، حطها ثاني الرضا ويا سلام وملعوبه حلوه ومره ثانيه المحاوله 1-2 بيحطها ناحيه الشمال من عماره وعماره جنبه حلوه. يا سلام يا فضل، يا سلام يا عماره، يا سلام يا اهلي، حلوه جمله جميله. والبدايه بقول لحضراتكم ساخنه منتهبه من النادي الاهلي، وفي الدقيقه 5 يتقدم محمد فضل بهدف للنادي الاهلي بيترجم مجهود 5 دقائق من اللعب الجميل. والله الدقيقه 6 جزء رفع في الدقيقه 5 فيبقى في الدقيقه 6 محمد فضل يتقدم للنادي الاهلي بهدف. ولا اروع من كده الكره الحلوه الملعوبه للنادي الاهلي من بدايه الشوط الاول. في الدقيقه الثانيه كره ضربه راس ايضا من محمد فضل بترد من القائم على طول بقى بتتعاد مره ثانيه. شوفوا محمد عماره والعرضيه الرائعه شوفوا اهي وارتقاء رائع جدا والوضع طائرا واقصى الزاويه اليمنى المرمى وليد الدرسي. هدف السبق للنادي الاهلي اهي مره ثانيه وثالثه. شوفوا حضراتكم الارتقاء الجميل والعرضيه النموذجيه الجميله اللي هي في ارتفاع كده يتمناه اي فروت شوفوا حضراتكم وعينه على الكوره ومغير اتجاهه واخد قراره وجول للنادي الاهلي. يتقدم محمد فضل 1 الاهلي الشيء المصري الليبي في الدقيقه 6 اتلعبت لحسام غالي احتفاظ بالكره وانتقالها لجilberto محمد عمار على الشمال حلوه وعلى حدود منطقه الجزاء هيعمل عرضيه عماره وعمل عرضيه ومين الثاني برده يا راجل لا ندي ضربه جزاء ايه ده. شفتوا حضراتكم شفتوا السرعه وعلى طول طبعا هيبقى في بطاقه حمراء على طول بطاقه حمراء. هنشوف يظهر موعودين ببطاقه حمراء في كل مباراه من مباراه. يا سلام عليك يا عماره كره مقشره على طبق من دهب بيقابل فاروق في العارضه وترد مره ثانيه وادي فاروق لحسام غالي والتسديده حلوه لكن على طول بلمسه يد بيطلع. وهنشوف طبعا الحوار مع حكم اللقاء ادي بتتعاد مره ثانيه. شوفوا ارتقاء فاروق في العارضه ترد مره ثانيه فضل بتعدي فاروق بتروح على طول لحسام والتسديده على طول ميلود نمره 4 مع وليد الدرسي. ضربه جزاء عادل مصطفى خد وضع التسديد وعادل ووليد يا عادل فين يا راجل. شكله هو داخل الكرة كده مفيش تركيز واضح اهو. يعني الراجل خدها بباطن القدم اعلى من العارضة. تضيع فرصة هدف ثاني للنادي الاهلي. احلى كرة في الشوط الثاني كانت الكرة اللي فاتت. شوفوا حضراتكم اهو يعني واخد الكرة كده بباطن القدم اعلى من العارضة يطيح بضرب الجزاء للنادي الاهلي. المباراة ما تزال تقدم الاهلي بهدف. عادل مصطفى اهدر ركلة جزاء في الدقيقة 18. انما الكرة اللي فاتت دي كانت احلى كرة في المباراة كلها. على طول يضغط مرة ثانية تديله الكرة وماشي بالعرض وهذه خشبة معاه ويقطع يا سلام عادل مصطفى. يبدأ عادل الهجمة. بقول لحضراتكم يستحق التحية احمد المصري بيحاول ويجتهد وبيبذل مجهود كبير لكن مفيش حد في مستواه بيسنده. معديه لوائل شيتوس حلوه داخل منطقه الجزاء وهي دي الثاني بقى الجول الثاني لمين يا جماعه؟ لعادل مصطفى. حلوه يا عادل بيقول اهو جبت جول بدل البنالتي. حلوه يا عادل يا مصطفى حلوه.
يعني الكل مجتهد نصيب. الراجل ده بيجتهد وعامل موسم جيد جدا مع النادي الاهلي الموسم الماضي. هو اللاعب من اللاعبين يعني اللي بقول لحضراتكم ما تحسش بيهم كده في الملعب، تحس بمجهودهم الكبير. تحيه من وائل رياض لعادل مصطفى، والباص الجميل بيعترف بيه. شوفوا حضراتكم محمد فضل، شوفوا على طول الباص الجميل، يا سلام لعادل، واداها لمين؟ عادل اداها لوائل، ووائل استلم لعادل، يا سلام. وادي اللقطه الجميله برضو في الكادر قدام حضراتكم، التحيه المتبادله. شوفوا اهو هو اللي لعبها لوائل واستلمها من وائل بنكشه حلوه فنيه جميله، وعلى طول الراجل بيعلق الكره كده من فوق راس وليد الدرسي، يحرز عادل مصطفى في